ما تيجي اقولك على حاجة، سيبك من اي طريقة شفتيها قبل كده وتعالي اعملي معايا الطريقة دي. طريقة ناجحة 100%، هتعجبك جدا. هاتي معاكي طاسة، نزلي عليها كوباية من السكر، كرمليها على نار هادية وخلي نارك هادية على قد ما تقدري. بعد السكر ما يتكرمل معاكي نزلي عليه معلقة كبيرة من الزبدة او مكعب زبدة، وقلبيه وخليه لما يسيح معاكي. كل ده نارك هادية قوي علشان مفيش حاجة تتلسع منك وتتحرق منك. الزبدة تسيح، هتنزلي كوبايتين من السمسم، وسمسم يكون ابيض. النار برضو بتاعتنا لسه هادية، وهنقلب السمسم مع الكراميل بتاعنا على نار هادية. شايفين السمسم الابيض هيطلع لونه معانا ذهبي وفي منتهى الجمال. طريقة حلوة جدا، والزبدة هتدينا طعم وتدينا جمال للسمسمية. اي طريقة عملناها او اي حد عملها سيبك منها وخليكي معايا في الطريقة دي. طريقة حلوة جدا وجربيها مش هتخسري حاجة. هاتي صينية وادهنيها فرشة خفيفة من الزيت، وابتدي نزلي عليها السمسمية بتاعتك. كل شغلك طبعا هيبقى بسرعة علشان مفيش حاجة تقفش معانا، ونعرف نتحكم فيها كويس. وفردي السمسمية بتاعتك، وكل ما تخلي الطبقة بتاعتك رقيقة ما تكونش تخينة قوي هتديكي نتيجة حلوة وتديكي طعم حلو. الزبدة هتفرق معاكي جدا، جربي الطريقة على ضمانتي بجد هتعجبكم، وقولوا لي عملتوا ايه. وما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير لو عجبكم الفيديو، وخلي غيركم يستفيد. طريقة جديدة حصرية لسه محدش عملها بالزبدة قبل كده، بس بجد في منتهى الجمال. شايفين هنا بقى السمسم بقى لونه عامل ازاي؟ كل شغلنا على نار هادية ما تنسوش، عشان يطلع معانا ريحته حلوة وطعمه في منتهى الجمال. قطعي بقى بالشكل اللي انت عايزاه. انا قطعتها على تقريبا كده على شكل مربعات. طبعا وهي سخنه، انا ماسكه لان الصينيه سخنه في ايدي فماسكاها بالفوطه. كل شغلك وهي سخنه عشان تتحكمي فيها. على ما خلصت التقطيع هي كانت نشفت على طول، لان الطريقه ناجحه في 1000000%، وطعمها حلو جدا هتديكي نتيجه ممتازه. شايفينها؟ يا ريت تسمعوا صوتها كده واحنا بنكسرها. الصوت بتاعها حلو قوي، وطعمها احلى منه، ولونها في منتهى الجمال. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وجربوا الطريقة دي وسيبكم من كل الطرق اللي فاتت، هتفرق معاكم كتير. كل سنة وانتم طيبين.